تعالى لما اقول لك ان نادي بيراميدز طرد رمضان صبحي من النادي. ازاي الكلام ده؟ تعالى لما اقول لك واحده واحده بس كده. رمضان صبحي نادي بيراميدز عرضه للبيع خلاص في يناير اللي جاي، قال له انت مش هتبقى معانا. طبعا احنا شفنا طبعا بيراميدز الموسم اللي فات وحتى الموسم الحالي، رمضان صبحي فين؟ رمضان صبحي بيلعب في الدكه، ومش في وكمان مش بيبقى في القايمه. في البرازيلي بقى بيلعب، وكمان حتى زيكو بيبقى عليه، واي لاعب بيبقى عليه. فرمضان صبحي من ساعه ما ساب النادي الاهلي وهو اتدمر نفسيا ومعنويا. رمضان صبحي اللي اتقل صفقه حصلت في تاريخ الدوري المصري، رمضان صبحي اللي كان اجمد ناشئ حصل مش في مصر، في افريقيا كلها، اللي راح احترف من النادي الاهلي، راح الدوري الانجليزي ورجع تاني. كل المشاكل دي حصلت، ورمضان صبحي طبعا راح طبعا عشان خاطر الفلوس وساب الاهلي وراح مين؟ راح بيراميدز، وقال لك ده احنا بقى في احتراف ومش عارف ايه والكلام ده. رجع دلوقتي ندمان وزعلان ومستواه والدنيا كلها بقت على البايظ. كابتن محمود الخطيب كان مطلع له بيان وبيأزره، بس مش معنى كده بيقول لك تعالى، لا، اسأل الحضري وحسام، دي تفرق كتير جدا. فطبعا شفنا الكلام ده. هل احنا شمتانين؟ لا سمح الله، احنا ما بنشمتش، بس هو ده اخرة اللي بيسيب النادي الاهلي عشان خاطر اي فريق تاني.